لو انت مصور فيديو او مخرج مبتدئ، تعال اقول لك ازاي قدرت اخرج الفيلم الروائي القصير الاول ليا. بصراحة الموضوع مش سهل ابدا، بس لو ذاكرنا كويس وقدرنا نرتب كل التفاصيل هنقدر نعمل الفيلم الاول بتاعنا. الموضوع من هو فكرة، وبعدين نبدأ نشتغل على السيناريو مرورا بالمعاينة قبل التصوير، بعد كده مرحلة الكاستنج واختيار الممثلين، فتغيير الممثلين، وبعدها بروفات الترابيزة لغاية ما نستقر على الكرو النهائي اللي هيشتغل، ونحدد ايام التصوير وننزل نصور. وبعدها كل مراحل ما بعد التصوير لغايه ما توصل لنسخه اوليه من الفيلم، وبعد كده تبدا تعدي عليه لغايه النسخه النهائيه اللي بتطلع معاك وتقدمها في المهرجانات، وان شاء الله تتقبل زي ما انا الفيلم بتاعي اتقبل في 5 مهرجانات دوليه حتى هذه اللحظه. اكتبوا لي في الكومنتات كل الاسئله اللي عندكم اللي تخص اي حاجه ليها علاقه بمراحل انتاج او اخراج الفيلم القصير، وانا هرد على كل سؤال بفيديو منفصل. الفتره اللي جايه هنزل لكم فيديوز مفصله عن مراحل انتاج الفيلم من اوله لاخره، وهيكون معانا مشاهد من خلف الكواليس وتفاصيل تانية كتير قوي بالصوت والصوره بتتذاع لاول مره من لوكيشن تصوير فيلم حقيقي. تابعوني عشان تعرفوا اكتر.